العاصمة اليمنية صنعاء مرة أخرى في عين الهجمات الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو أوعز من على متن طائرته بشن أحدث هجوم استهدف مناطق جنوبي وغربي العاصمة عديدة، خلفت انفجارات عنيفة. وزير الأمن الإسرائيلي بتنفيذ مزيد من الضربات على اليمن. وجهنا ضربة قوية لأهداف عديدة تابعة لتنظيم الحوثي الإرهابي في صنعاء. طائرات سلاح الجو قصفت عددا من المعسكرات، من بينها معسكر لهيئة أركان الحوثيين، وقتلت العشرات من عناصرهم، كما دمرت مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة، وكبة مضاعفة 7 مرات. من جانبها أعلنت جماعة الحوثي أن العدوان الإسرائيلي استهدف محطة ذهبان الكهربائية وأحياء سكنية في العاصمة. بين قتيل ومصاب، والبحث جار عن مفقودين وفق وزارة الصحة. على وشك اكتمال عامين كاملين، وعدو الإنسانية والمجرم الأفظع إجراما العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه الوحشي وإبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مكثفا لعدوانه على مدينة غزة مع استمراره في العدوان على القطاع بشكل عام. قصف إسرائيلي على صنعاء عقب هجوما بمسيرة شنه أنصار الله الحوثيين على مدينة إيلات. وفق هيئة البث الإسرائيلية، أسفر الهجوم عن إصابة 50 شخصا بجروح متفاوتة، 3 منهم حالتهم خطرة. توعد السلطات الاحتلال عقبه بتوجيه ضربة موجعة لجماعة الحوثي.